بقى اوريكم شكلي لابسه هدومي العيد عشان يبقى شكلي تحفه. طب يلا يبقى شكلي تحفه. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ومعانا بقى ترتيبات العيد زي ما انتم شايفين كده. اول حاجة بعملها معايا ترمس. انا بجيبه وبنقعه من قبلها بليلة. بحطه في مية عادية خالص، مية من الحنفية مش مية سخنة. المية السخنة يا جماعة بتخلي الترمس لونه يصفر قوي، بيبقى مش حلو. وبعد ما بيتنقع ليلة كاملة بغليه تقريبا ساعة الا ربع وبس، وبعد كده بغسله وانضفه واحط عليه شوية ملح، وكده بيطلع معايا احلى ترمس. انا عملته طبعا بالليل وجهزناه عشان خاطر ايه، قبل العيد بليلة يعني. وزي ما انتوا شايفين كده معايا الست حنونة، ده هنا يوم العيد الفجر، ده كده يوم العيد. صحينا بقى، والله احنا ما نمناش اصلا من قبلها بليلة يعني. وقعدت بقى اعمل لها شعرها، استشوروا معاكم. كده كنت عملته خلاص، و قلت هسرح لها بقى عشان تلبس كده ايه. وكان هاني والولاد نزلوا يصلوا صلاة العيد. قلت اعمل لها تسريحه، هي كانت عاجباها ونفسها فيها، طلعتها لي من على النت وقالت لي يا ماما اعمليها لي. فايه قلنا نعملها لها كده يوم العيد. وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وربنا يعود عليكم الايام دي بالخير كده يا رب. واقول ايه بس، ربنا كده دايما يخلينا كلنا متجمعين في الخير، ويعود علينا كل الايام ديت، وسنه سعيده عليكم اللهم امين. بصوا بقى التسريحه الجميله، هي كانت عاجباها. وقالت لي يعني اعمليها لي يا ماما، قلت لها خلاص ماشي. فالحمد لله لقيتها سهله يعني، من ضمن الحاجات بتاعه العيد، بس لقيت التسريحه سهله وجميله فعملتها لها. بصوا بقى بنعمل زي اتنين كده توكتين فوق، وبلم شويه من هنا وشويه من هنا وبربطهم بتوكه زي ما انتوا شايفين، وارجع اخد شويه تانيين وشويه من الناحيه التانية، وهجمع وهمسكهم مع الشويه اللي في النص دول برضو، وهربط فيهم توكة كمان. انتوا عارفين بقى البنات دلوقتي بيحبوا قوي التسريحات والحاجات دي. انا كنت كل سنة بسيب لها شعرها مفروض خالص، بس بنيجي بقى على نص اليوم كده وبلاقيه ما شاء الله بقى، يعني مش قادرة اقول لكم باف باستري يا جماعة، بيتنفخ نفخة رهيبة. فصراحة عجبتني قوي التسريحة اللي هي اختارتها، صراحة النونة طلعت جميلة، شكلها كده حلو. بصوا بلفها لفة كده عشان ايه يظبط معايا. واحلى حاجة بقى بالعيد هي فرحة الولاد. شايفين بقى باجي التوكة اللي تحت انا بقى ايه، بفكها خالص، بسيب شعرها اللي تحت مفرود، والتوكة دي بيبقى شكلها جميل. بصوا شكلها من ورا كده بتبقى عاملة زي ما يكون قلوب قلوب ورا بعض كده، بيبقى شكلها حلو قوي. شوفوا بقى في كده سنة كده الناحية التانية بس. قلتيها صوره بقى عشان اشوفها. هبقى اوريك الفيديو من قدام. بقى اوريكم شكلي لابسه هدومي العيد عشان يبقى شكلي تحفه. طب يلا. يبقى شكلي تحفه. يلا. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين بعد ما سرحت شعرها، بصوا بقى حبت تعمل الحركة دي، ايوه. نزلت بقى الست حنونة كده زي ما انتوا شايفين، لبست طقم العيد. كل سنة وانتوا طيبين. وادي الشنطة الجميلة بقى بتاعت طقم العيد. واحلى حاجة في الدنيا هي فرحة الولاد بلمة العيد يا جماعة، بتبقى اللمة رهيبة وهم كده بيبقوا مبسوطين قوي، وعندهم فرحة كده حلوة باللبس. فهي بقى بتوريكوا الطقم بتاعها والحلق والسلسلة. والست هنبص الناموس اكل وشها. مش عارفة ليه كده، فالناموس اكلني انا وهي. كل سنة وانتوا طيبين. وبعد ما حنونة بقى لبست ونزلت تحت عند بيت جدها تسلم عليهم، يعني قلت انا بقى ايه كده خلاص البيت ما وريتهوش ما شفتهوش انتوا بعد انا ما كده فرشنا
خلاص عدلت الفرشة وحطينا السجاد الجديد وظبطنا الدنيا كده. وقلت بقى ابخر البيت كده شوية، بيبقى ريحته حلوة كده عشان لما حد يدخل يبقى ريحة البيت جميلة. واشوف بقى هظبط ايه في البيت قبل ما انزل، لان احنا كلنا بنتجمع تحت في بيت حماية يعني يوم العيد، وبيجوا بقى بيت عمي كلهم، عم هاني يعني وولاده، وبنقعد الصبح كلنا في البيت. فالمهم زي ما انتوا شايفين، انا طبعا ما وريتكوش البيت بعد ما فرشنا، لان خلاص اخر فيديو اللي هو نزل يوم العيد، يعني ليلة العيد. فصبحنا تاني يوم، فسامحوني برضو على تأخير الفيديو معاكم، بس والله اليومين دول كلهم لف وأعياد وبنروح هنا وأهلي بيجوني وزي كده، فمبقاش في وقت خالص للتصوير. كل سنة وانتوا طيبين. وزي ما انتوا شايفين كده، ادي بقى منظر البيت بعد ما اتفرش معايا. وهنا بقى قلت ادخل على المطبخ اشوف هعمل ايه عشان اجهز الحاجة عشان الجماعة لما يجوني ما يبقوش ايه. ودي المصلية بقى اللي بياخدوها معاهم وهم ماشيين يروحوا يصلوا في الساحة يعني. دي كانت بتاعت حنونة، بس للأسف باباها نزل وسابها فما خدتهاش. المهم هنا قلت بقى ايه، اجهز الحاجات عشان لما انزل تحت وبابا واخواتي يجوا يعني يبقى الحاجة جاهزة، ما بقاش اطلع اقعد اجري وكده. فالمهم رصيت معايا الشيالة دي، رصيت فيها الكحك. طبعا دول شوية الكحك اللي فاضلين، ما تضحكوش عليا، وشوية برضو البيتيفور اللي فاضلين. ده غريبة يا جماعة. فالغريبة خلصت والكحك خلص عندي قبل ما يجي العيد اصلا، فالحمد لله انا خبيت الشوية دول من الولاد عشان ايه الحق احطهم يعني. وهنا كمان معايا البيتي فور اللي انا كنت عاملاه معاكم. على فكره يا جماعه البيتي فور رهيب، وكل اللي يشوفه يشكر فيه جدا جدا جدا، وعجبهم بطريقه رهيبه. واللي ما كانوش يعرفوا ما شافوش الفيديوهات ما كانوش مصدقين ان انا عاملاه في البيت يعني. فبصراحه طلع تحفه. وهنا معايا برضو القراقيش، ومعايا البسكوت اللي احنا عاملينه. بصوا انا بحط الحاجات في علب وافضل قافله عليها عشان تفضل محتفظه بالقرمشه بتاعتها وبنكهتها وريحتها زي ما هي. دايما حاجه العيد اقفلي عليها كويس. والعلب دي بقى مكتوب عليها اسمي، لانه كنت انا واخواتي بنروح ساعات عند بابا بنعمل في فرن، بنعمل كده، فكل واحده بترص حاجتها في العلبه بتاعتها، فكل علبه مكتوب عليها اسم صاحبتها يعني. المهم انا حطيت بقى برضو شويه حلويات وظبطت الدنيا كده معايا. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، وربنا يعود علينا كلنا الأيام دي بالخير كده، والسنة الجاية دايما كلنا متجمعين، وربنا ما ينقص مننا حد يا رب كده، ولا يجيب أي حاجة وحشة لينا أبدا. وجهزت الترمس كمان، وقلت كده خلاص دي الحاجات ايه بتاعت البيت هنا يعني، قلت احطها على الرخامة عشان لما يجوا تبقى جاهزة معايا على طول اطلعها. كمان هنا بقى ايه قلت دي حنونة كانت تحت وطالعة وبتقول لي يلا يا ماما ايه الجماعة كلهم جم يعني. فقلت هجهز طبق برضو اخد، انا كنت منزله في رمضان بس قلت ده هاخده في ايدي وانا نازله يعني. كل سنه وانتم طيبين، انا لما عملت الحاجه لازم انزل منها يدوقوا يعني. بس هنا قلت بقى الجماعه كلهم متجمعين، اجمع طبق بقى، والست حنان اي شوكولاته تحطه في شنطتها، هاتي حطي في شنطتي، هاتي حطي في شنطتي. فالمهم قلنا تمام. اخدت بقى الطبق ده ونزلنا واتجمعنا بقى كلنا تحت، وقعدنا بقى كام ساعة ولفينا بقى على جيراننا وسلمنا وكل سنة وانتم طيبين. جينا بعد الفطار. بعد الفطار ايه يعني، الكلام ده كان الظهر بعد ما الجماعة عندي يجوا ومشيوا. مع بابا واخواتي بيجيلوا ويمشوا على طول، لان احنا بنبقى رايحين الاخوات تاني، فبيجوا بس يسلموا عليا ساعة كده وعلى طول بيمشوا، بيبقى رايحين هم كمان لاخواتي. وانا كمان بنخلص العيد وبعدين نروح لاخوات هاني نسلم عليهم. فالمهم قبل ما نمشي كان الولاد مشي ومفيش الا انا وهاني في البيت، فقال لي ايه ناكل لقمه قبل ما نمشي يعني. فالمهم عملت ايه رنجتين كده على السريع، وقلنا ناكلهم ونمشي. هعمله لكم بطريقه بقى جميله هيعجبكم قوي. انا بتهيألي دي احلى طريقه للرنجه، جربوها هتعجبكم بجد. بفتح الرنجه بقطع راسها كده وبفتحها واشيل منها الايه اللي هو القلب بتاعها من جوه دوت. البطروخ يا جماعه، انا عماله افتكر اسمه ايه، البطروخ. بشيله وبظبطه كده معايا زي ما انتم شايفين. بفتح الرنجة كويس وبشيل اي حاجة منها. والبطروخ كمان بنضفه كويس قوي لاني بسويه كمان مع الرنجة. واحط بقى زي ما انتم شايفين طاسة كده على النار، واحط فيها شوية زيت. بص الرنجة ما شاء الله، حتى وهي على فكرة بتتاكل عادي يعني، الرنجة دي مستوية يا جماعة مش نية.
فتقدري تاكليها كده. وبحط شوية زيت في الطاسة وبسويها، بقلبها على وشها كده الاول وبسويها زي ما انتوا شايفين كده. حطيت الرنجتين وبدأت بقى اسخن عيش يعني. وبقلبها. بصوا على الناحية التانية، بصوا بقى بتلم لجوه وبتطلع. هي ما بتاخدش وقت كتير في الزيت، احنا ما بنحمصهاش يعني، ما بنحمرهاش جامد، هي بس تشويحة بسيطة. وحطيت البطروخ ده برضو، في ناس بتحب تاكله يعني. بقيت اقلبه كده في شوية زيت صغيرين. وهطفي عليهم واجهز بقى. ما عملتش حاجة، هي الرنجة وشوية طماطمايه متقطعة وبس كده. قعدنا واكلنا بقى وقمنا لبسنا وقلنا يا دوب بقى نروح لاخوات هاني، كل سنة وانتم طيبين، عشان ايه نعيد عليهم ونودي لهم العيد بتاعهم ونسلم عليهم. هو بيروح لاخواته البنات وبنت اخته كمان بنروح نعيد عليهم. طلعنا بقى كده يعني تقريبا بعد العصر، كان الجو زي ما انتم شايفين كده يا جماعة مغيم سنة كده، وكان المنظر تحفة صراحة. والشوارع بقى ايه، الناس طالعة العيد وتحسوا في حركة وزحمة جامدة في الشوارع ما شاء الله. واحلى حاجة بقى يوم العيد اللفة اللي بنعملها دي، يعني بنروح من بيت اخته دي لاخته دي، وكمان بيت بابا بيجوني، فبتبقى لمة جميلة. ويبقى اليوم كله حركة غير الايام العادية اللي بنبقى على طول قاعدينها في البيت يعني. وزي ما انتوا شايفين معايا كده هنا دخلنا على طريق البلاجات. الطريق ده كله مطاعم بتاعة الأسماك بقى يا جماعة. طريق البلاجات دوت والمحلات اللي بتبيع سمك، وعند سوق السمك كمان. الناس اللي عارفة المكان، سوق السمك الكبير موجود في المكان دوت. ده اللي قدامنا المبنى ده، اللي قدامنا ده بتاع سوق السمك، موجود فيه كل أنواع السمك اللي تخطر على بالكم. ومن هنا كده بقى بيبتدي طريق البلاجات. طبعا الكافيهات الجديدة اللي فاتحة في المكان دوت، الأماكن اللي فيها المراكب اللي بتلف في المية شوية. هتبتدوا تشوفوا بقى زحمة قد ايه بالناس في اسماعيلية بقى. الناس من بعد العصر كده وهتلاقوا ايه، ما بتعرفيش تمشي في البلد يعني، بيبقى فيه هجوم رهيب على الكافيهات وعلى الشوارع. الناس بتطلع تتمشى وتعيد بقى ونتجمع، والناس بتتلم اللمة الحلوة. بصوا بقى منظر المية اللي هنا ده، المنظر بيبقى رهيب كده يا جماعة. ده كوبري البلاجات. وبنكمل بقى. هو واحدة من اخوات هاني ساكنة عند المهم يعني في اسماعيلية عند كوبري البلاجات في المنطقة دي كده يعني. وبنخلص من هنا ونروح كمان لأخته التانية. فكل سنة وانتم طيبين، وربنا ما يحرمكم من حبايبكم، وربنا يا جماعة ما يقطع لنا عادة. وأهم حاجة في الأيام دي بتبقى صلة الرحم طبعا. الواحد بقى اخواته وحبايبه بيتجمعوا، وتروح بقى تزور الناس اللي ما شفتهمش بقالك فترة. وزي ما انتم شايفين كده معايا، وزي ما انتوا شايفين هنا وصلنا بقى عند بيت اخت هاني. دي ملك حبيبة قلبي بنت اخو هاني، انتوا شفتوها معانا في الفيديوهات قبل كده، الناس اللي شافتها معانا طبعا. وحنونا بقى ووصلوا هناك وكده. وصلنا ما احناش عارفين بقى هم في البيت، طب طلعوا، طب مش عارفة ايه. فقلنا طب روحوا يا حنونة خبطي بقى شوفي عمته هنا في البيت ولا لأ. وهنا بقى ايه، انتوا عارفين عندنا في مصر طبعا في الاعياد في المواسم بنودي زيارات يعني، كل سنة وانتوا طيبين. فلازم بقى عايدة ربنا ما يقطعها. احنا في شعب مصر كده يعني، اهل البنت لما بيروحوا لها بالعيد بالموسم بالحاجات دي بنبقى شايلين معانا طلبات، بنبقى اخدين طلبات معانا. راحوا الاول يطمنوا بقى يشوفوا هي موجوده في البيت ولا لا، وبعدين ننزل الحاجه. هنا بقى كنا رحنا عند اخواته الاتنين يعني، رحنا عند دي وعند دي وعند عند مين عند بنت اخت هاني كمان. رحنا لها كمان عيدنا عليها وقعدنا معاها شويه، وكانت قعده جميله. وكل بيت ما شاء الله كنا بنروح وبنلاقي فيه ناس برضو موجودين عندهم وناس جديده ونتعرف على ناس بتبقى احلى لمه يا جماعه، هي لمه العيد، وبيبقى في فرحه في العيد كده. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود علينا كلنا الايام دي بالخير يا رب. و سنه سعيده علينا كده. وبقى خلاص كده خلص معايا الفيديو النهارده، معلش هو فيديو خفيف ظريف كده عرفتكم فيه اجواء العيد. وربنا يعود علينا الايام دي بالخير كلنا كده. وبتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ومع السلامة.